النهاردة هنتكلم عن سادس ملوك الأسرة الأولى، الملك عاج إب. وبحسب ما أورد الدكتور سليم حسن في كتاب موسوعة مصر القديمة، قال إنه ابن الملك دن أو الملك أوديمو اللي خدناه المرة اللي فاتت اتكلمنا عنه، وابن الملكة ميريتنت. يعني هو ابن الملك دن اللي كان موجود قبله من زوجته ميريتنت. وبحسب كتاب لغز الحضارة الفرعونية، أورد الكاتب جدول احنا عرضناه قبل كده. الجدول ده عامله مانيتون المؤرخ المصري. قال إن الملك عاج إب حكم لمدة 26 سنة، وإن اسمه في القوائم اليونانية كان مابيدوس. اسمه مابيدوس، ومعنى اسمه عاج إب سليم العقل والقلب. سليم العقل والقلب. استخدم الملك عاج إب لقب نيسوبيتي، وكلمنا عن اللقب ده المرة اللي فاتت، وقلنا انه استحدث وظهر حديثا في عصر الملك دن، ومعناه ملك القطرين او ملك الشمال والجنوب. برضو استخدم هو اللقب دوت. وجد اسمه على رأس قائمة سقارة، ووجد اسمه برضو وبعض أعمال ليه على حجر باليرمو. وقلنا ان دي قوائم احنا اخدنا منها التاريخ، قلنا انها مصادر التاريخ المصري القديم. في موسوعة الحضارة المصرية القديمة، أورد الدكتور سمير أديب إلى أن اسم عاج إب تم قشطه أو محوه بواسطة الملك اللي جه بعده سمرخت، كما يبدو ذلك واضحا على بعض قطع من أواني مصنوعة من البلاستر وأخرى من الكريستال في أبيدوس. وسمرخت برضو اللي جه بعده قد أزيل اسمه من قائمة سقارة، وأورد أن ده يوحي بنزاع كان قائم بين أفراد الأسرة المالكة على عرش البلاد. ويرجح الكاتب أن النزاع ده كان سببه أن سمرخت الملك اللي جه بعد عاج إب كان يعتقد أنه أحق بولاية العرش بعد الملك دن أو الملك أوديمو. ويبدو أن نزاع الملكين على العرش أحدهما تحيز له الصعيد والآخر تحيز له الدلتا، ولكن لم يكن من نتائج ذلك انقسام معين في وحدة القطرين خلال حكم عاج إب على الأقل. أشار حجر باليرمو إلى أن الملك عاج إب قام بحملة لصد غارات البدو المعتدين على مصر، سواء كان من سيناء سواء كان من النوبة، وتأديبهم. له مقبرة في سقارة ومقبرة في أبيدوس، والاتنين تقريبا متشابهين، ورغم ان مقبرته كانت أصغر وأفقر المقابر في مجموعة المقابر كلها، فقد قدمت لنا مظاهر معمارية هامة وشيقة، ولم تحفظها لنا حتى الآن أي مقابر أخرى من ذلك العصر. فعندما كشف عنها في بدء الأمر، ظهر أن البناء العلوي للمقبرة يتبع التصميم الشائع لمنصة مستطيلة، وقد زين داخلها بداخلات وخارجات، ولكن مع موالاة الحفر ظهر مبنى هرم مدرج مخبأ بداخلها، ولم يبقى من البناء المدرج سوى جزء منخفض ربما استمر بناؤه إلى أعلى، مكونا بذلك شكل هرم مدرج كامل. ولعل السبب في إخفاء تصميم داخل تصميم آخر أنه ربما يمثل الارتباط بين تصميمات المباني العلوية في الصعيد والدلتا في مبنى واحد، وهو الركمة الترابية أو المبنى المدرج في الجنوب، والمبنى المستطيل ذو الداخلات والخارجات في الشمال. كما أن هناك ظاهرة غير عادية أخرى لمقبرة عاج إب الشمالية، هي الدرج ذو المدخلين، أحدهما لحجرات الدفن السفلية، والآخر إلى حجرة فوقها وإلى مخزن حبوب به صوامع قمح مبنية. في حكم هذا الملك عاج إب نفذت لأول مرة عملية الإحصاء في التاريخ المصري. ظهر اسم الملك عاج إب في النقوش على الأواني المصنوعة من الشيست والمرمر والبريشيا والرخام، وتم الاحتفاظ باسمه أيضا على بطاقات من العاج وأختام على جرر طينية تحمل اسمه، أتت من أبيدوس وسقارة. معظم آثار الملك
عاج إب قد تم محوها، وواضح طبعا بسبب النزاع اللي كان بينه وبين الملك اللي خلفه من بعده، فمعظم تاريخه أصبح مجهول تقريبا، إلا بعض يعني مقتطفات بسيطة حفظها حجر باليرمو. واحنا اتكلمنا في قوائم الملوك قبل كده عن أسباب محو أسماء بعض الملوك من القوائم اللي بتحفظ التاريخ، وقلنا إنه بيكون السبب إما إنه مغتصب للعرش، أو خرج على دين الدولة، أو من الغزاة المعتدين. ده كان كل المتاح عن الملك عاج إب اللي خلف الملك دن. ودي كانت آخر حاجة في حلقة النهاردة، وأترككم في أمان الله.